السلام عليكم متابعي ومتابعات قصص واقعية بالدارجة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وفي صحة جيدة، وتهلاو ليا في صحتكم لأن الصحة هي كل شيء. القصة ديالنا هي قصة ديال واحد السيدة مراكشية سميتها خديجة. هاد السيدة هادي عندها 34 عام. كانت يعني كدير تيك توك وكدير فيه وصفات طبيعية. يعني وكدير حتى اليوتيوب، كدير فيهم وصفات طبيعية، وهاد الوصفات هادو كانوا يعني كتجربهم على نفسها ومن بعد تبارطاجيهم مع المتابعين ديالها. ويعني كانوا عندها متابعين كتار وكانوا الوصفات ديالها ناجحين 100%، وعندها جمهور يعني اللي متبعها. فكان من بين هاد الناس اللي متبعينها واحد الشخص سميتو أحمد، كان ديما كيكومونتي ليها يشكرها وكيقول لها كلام زوين في لي كومونتير، ديما كيخلي لها كومونتير زوين، لا في اليوتيوب ولا في تيك توك. هي بحكم أنها عندها 34 عام يعني كبرات شوية، وهي ما عمرها دارت زعما شي علاقة مع شي حد. يعني دوك هاد الهضرة الحلوة والهضرة الزوينة كتأثّر فيها، فدائمًا كانت كتسنى داك لي كومونتير ديالو وكتستقبلهم بواحد الصدر رحب، يعني كيعجبها الحال بزاف. واحد النهار هاد خديجة هادي صيفط ليها أحمد وهضر معاها، قال لها شوفي أنا متبعك من زمان وكتعجبيني وبغيت نتزوج بيك، بغيت نتقدم ليك، واش ممكن؟ هي بكل فرح يعني قالت لي ياه حتى أنا باغية نتزوّج وهذا. صافي بحكم أنها هي زعما بنت دارهم وداك الشي ما عمرها ما خرجت مع شي حد، قالت ليه زعما إلا بغيتيني جي عندنا للدار، أنا راه ما عنديش الوالد ديالي وعندي غير أمي، جي عندنا للدار ومرحبا بك، جي بعائلتك ومرحبا بك. فعلًا السيد ناوي المعقول جا عندهم، جا بعائلته وجا عندهم. خديجة عندها واحد صاحبتها سميتها جميلة، كتعاود ليها كل شيء، كتقول ليها كل شيء، يعني كتعاود ليها كل شيء، يعني أسرار خديجة كاينين عند جميلة. فبحكم صداقتهم القوية يعني كانت هي معاها في الدار، هي اللي كتعاونها، هي اللي عاونات أمها فاش وجدوا الماكلة للضياف وهادي. المهم دازت الخطوبة زوينة، الناس فرحوا نشطوا عجبهم الحال، عجبتهم خديجة. خديجة عجبها أحمد بزاف وتفاهموا على بزاف د الحوايج. المهم دابا ولاو مخطوبين رسميين، سالت الخطوبة، الناس مشاو في حالهم. جميلة صاحبة خديجة عجبها أحمد بزاف وانبهرت بيه. من بعد ما مشاو الناس، قالت لصاحبتها أجي ناخد لك الصور ما حدك لابسة القفطان ولا مقادة وداك الشي، أجي ناخد لك صور يبقاو عندك تيذكار في التليفون. هي كيسحاب ليها واش كتصورها، وهي خدات النمرة ديال أحمد وصيفطاتها لعندها لعندها الواتساب، مسحات داك الشي كله. صافي وبقات كتصورها عادي. صافي قالت لها بسلامة بسلامة، مشات لدارهم. ف صيفطات لأحمد، صيفطات ليه، قالت ليه: "السلام أنا هي جميلة صاحبة خديجة." قال لها: "أيه مرحبا." قالت ليه: "مبروك." قال لها: "الله يبارك فيك." قالت ليه: "غير هو واحد الحاجة اللي ما عارفهاش، راه هاذيك خديجة راه ما تسواش وراها دايرة علاقة مع واحد السيد وكتبغيه بزاف، وهي زعما بغات تزوج بيك أنت باش تنساه حيت تخاصموا وهادي." المهم بقات كتعاود ليه. هو دغيا تيقها. صافي مشى صيفط ميساج لخديجة، قال لها: "كنت كنسحاب لي واش أنتِ بنت الناس وساعة طلعتِ ما مزياناش وهادي." وبلوكاها. خديجة تصدمات، ما عرفاتش علاش بلوكاها، ما عرفاتش علاش ما بقاش بغا يهضر معاها. صافي كتعيط عليه في التليفون كيقطع عليها، كتصيفط له لي ميساج في الواتساب بلوكاها. آآ واحد النهار خديجة كدور في جامع الفنا، حتى كتبان ليها صاحبتها جميلة وأحمد مشادين باليدين وغاديين تيدوروا في جامع الفنا. تصدمات، ما مشاتش لعندهم،
بقات كتشوف فيهم، بقات تابعاهم. حمد شد طاكسي لجميلة مشات بحالها، وخديجة بقات تابعة حمد، تابعاه هو بقى غادي على رجليه بحكم أنه قريب يعني ساكن قريب تما لجمع الفنا، بقات تابعاه، حتى عرفات الدار ديالهم فين كاينة بالضبط. مشات شرات جنوية ورجعات، مشات للدار عندهم، دقات، حل ليها أحمد، خشات فيه ديك الجنوية من كرشو حتى خرجت ليه لضهرو وهربات، بقات غادية وكتجري، الناس تخلعوا، تجمعات الجوقة، عارفين بأن يعني الأحياء تما ديال جمع الفنا راه عامرين بزاف، فشدوها لأنها هي أصلًا كانت ناوية كيما دارت لأحمد غادية دير حتى لصاحبتها جميلة. شدوها عيطوا للبوليس، تما فين حكات ليهم خديجة شنو وقع ليها وعلى الصداقة ديالها مع جميلة. فاش كنقول لكم أنا ما ديروش الثقة، أنا الشعار ديالي في الحياة هي الثقة ما كاينة في حتى شي واحد، والصحة، الصحة بنادم يتهلا في صحته، لأن الصحة هي كلشي، إلا خطاتك صحتك راه ما غينفعك حتى شي حاجة، واخا يكون عندك المال، واخا يكون عندك الجاه، واخا يكون عندك أي حاجة، الصحة هي كلشي، الصحة هي اللي كتحرك الفلوس، الصحة هي اللي كتحرك أي حاجة، أي حاجة، الصحة هي كلشي. والثقة ما كايناش، الثقة ما كاينش في حتى شي حاجة، ما ديروش أخوتي الثقة، هذا هو الشعار ديالنا، ونتمنى نكون خفيفة على القلب ديالكم، ونتمنى تكون خديجة يعني قرّبت تخرج أولا، لأنه هاد القصة وقعت في 2019، كنظن باقي ليها سنوات باش تخرج، ونتمنى جميلة ما تبقاش في داك السم ديالها، وتطاعد من الشي اللي وقع لحمد. آآ هذه هي القصة ديالنا ديال اليوم، وتصبحوا على ألف خير. تصبحوا على